موسيالا اتصاب اصابه خلت كل لعيبه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بتعيط. ده حتى الفونسو ديفيز كان قلبه هيقف وهو بيتفرج على الماتش اونلاين. الحقيقه بصراحه اللقطه دي كانت صعبه جدا، وكان تدخل عنيف جدا من دوناروما خلى موسيالا الموسم بتاعه انتهى، ونتمنى انه ما يكونش هيبطل كوره اصلا بعد الاصابه دي. دوناروما اول ما شاف المنظر قعد على ركبته وقعد يعيط، واكيد حس بالذنب، وكتب بعدها على انستجرام كل دعواتي لموسيالا. مانويل نور طلع بعد الماتش وهاجم دوناروما بشكل صريح، وقال ان التدخل ده عنيف جدا، وان انت مش محتاج تتدخل بالشكل ده في لعبه زي دي، وخصوصا لما تكون مع لاعب صغير في السن زي ده. الهجوم ده بقى ما عجبش ناس كتير، وعلى راسهم كورتوا حارس ريال مدريد اللي دخل على تويتر وكتب من غير ما يذكر اسماء: الحراس دايما بيتعرضوا للمواقف دي، واللي حصل كان سوء حظ مش اكتر، فما تلوموش الحارس على كل احتكاك. الناس اتقسمت نصين، ناس شايفه ان نوير عنده حق وانه بيحمي زميله، وان فعلا التدخل كان عنيف ومتهور، وفي ناس تانية شايفه ان كورتوا عنده وجهه نظر، وان الحارس لازم يطلع وياخد قرارات في جزء من الثانيه، وساعات النتائج بتكون صعبه. بس اللي اكيد ان اللي حصل ده كان لحظه صعبه جدا، مش بس على موسيالا، ده على كل جمهور الكوره. انت شايف ان دوناروما غلطان ولا ده تصرف طبيعي؟